اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا احلى اخوات فرولات في الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عندنا روتين عميق جدا جدا في اوضه السفره. نعمل مع بعض روتين فعلا ان هي بصراحه كلها تراب، وانا بقالي كام يوم كده عايزه اعملها، كنت مهمله فيها ومكسله بصراحه يعني. فجالي شويه نشاط كده، قلت اما اقوم بقى اعملها. يلا يا جميل تعالي معايا كده. ولو اول مره بتشوفوا قناتي، اتمنى لو عجبتكم تشتركوا من كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو، تضغطوا على علامه الجرس، وتضغطوا على اول كلمه اللي هي كلمه الكل، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا اشعار بيه. اول حاجه بقى هبدا اعملها كده، هفضي ترابيزه السفره دي بقى من الحاجات اللي عليها دي. كنت حاطه عليها الكاسات بتاعه الرز بلبن والكريمه والحاجات دي، بما اني على طول بعملها كده، وبحب احطها تتصفى على الصينيه كده بدل ما ارصها تاني في النيش واطلعها. لا انا حطها على طول على السفره كده. فهشيلها بقى كده عشان هنظبط السفره دي تظبيطه حلوه كده، وهنضفها، وكمان هنعمل مع بعض تغييرات ان شاء الله. فضي بقى كل اللي على الترابيزه كده. شلت بقى المفرش ده كده، اغسله في الغساله وانشفه بالنشافه يعني. هشيل بقى كل حاجه موجوده فيها كده علشان اعرف اتحرك. عارف بقى انتوا شايفين المكان ضيق، المكان صغير، فمش هعرف اتحرك بقى انضف شباك وستاير وخشب وكده يعني. كمان عشان يشدوا الفريزر دوت كده ننضف مكانه وحاجات كده كتير. طلعت كل السفرة برا. تعالى اما بقى ايه كده الكرتونة ديت، الكرتونة الكرتونة ديت كده فيها طقم السيراميك اللي انا قلتلكوا اوعى حد يجيب النوع ده. انا شايلاها كده، ما فضيتش كل الحلل اللي فيها والحاجات ديت كده جريلا فيه. ودي كده صينية، بس الأرضية بتاعتها خفيفة جدا، مش حلو بصراحة، اتخميت فيه والله العظيم وسعره غالي جدا. فأنا عندي طقمين تانيين شغالة فيهم، فخدت من الطقم دوت حلتين بس، وسايبة الباقي زي ما هو في الكرتونة كده، لأني ملهوش مكان عندي في علب المطبخ أصلا. وده عجان كنود برضو حطاه في كرتونته كده، وكنت مخبية كل ده ورا السفرة تحت الترابيزة التانية. عايزة اقول لكم بقى محدش يجيب عجان كنود ده. تقولي لي ليه يا ام يوسف؟ ده ماركة عالمية ومش عارف ايه. ماشي حلو، موتوره جميل، قطع غياره مولع نار، قطع غياره مولع نار. عايزة اقول لكم ان الكف بتاع العجين بتاعه اتكسر مني. انا اتغبيت عليه في العجين. اول ما جبت العجان هو 6 لتر، فكتير قال لي ده بيعجن كيلو ونص. جبت فيديوهات الناس بقى اللي ما عندهاش ضمير، حسبي الله ونعم الوكيل فيها، الناس اللي بتطلع تعمل فيديوهات وهي غلط مش صح. فسمعت في فيديوهات كده ان بيعجن كيلو ونص دقيق، طلع غلط، ده هو اخره كيلو بالعافيه عشان يبقى حلو كده وشغال معاكي. من نص كيلو دقيق لكيلو الا ربع، اللي هو 750 جرام 500 جرام دقيق، هو ده اخره. عيب بقى عجان كنوت كده ان الحله بتاعته صغيره. تاني حاجه انا عجنت بالكف كيلو ونص، اتقطم. طيب قعدت اشتري الكف ده كده، لقيته ب850 جنيه، ولقيت كمان في منه ب1100. فالقطع الغيار بتاعته مولعة نار. حبيت اقول لكم اللي عايز يجيبه بقى يجيبه، هو موتوره حلو بصراحة مش وحش، بس هو فيه ان هو بيتحرك كتير وهو شغال، وان قطع الغيار بتاعته عالية جدا اسعارها. بصوا هنا كده فاتني الحتة دي. انا نضفت الجزء اللي كان مكان الترابيزة ده، ومسحت وزقيت النيش للاخر، عشان هجيب التلاجة من جوه احطها جنب النيش هنا. بصوا زقيته خالص كده، شلت الترابيزه بقى والكراكيب اللي كانت تحتها اللي شفناها دي، ومسحت الارضيه والحيطه كده مكانها، وزقيت النيش جبته الاخر. دخلنا جوه بقى نجيب التلاجة كده، كانت في اوضه الولاد بصراحه بعيده عليا. ف وكمان عشان اعمل تغيير بقت اوضه الولاد احلى من غيرها، وسعت في الروتينات هتشوفوها. جبت التلاجة تاني حطيتها هنا كده، التلاجة دي ال جي بس تحفه ما شاء الله عليها يعني. جبتها حطيتها تاني هنا كده، هي كده قصاد المطبخ على طول، يعني انا والمطبخ والتلاجة قصاد بعض. باب المطبخ كده قصادها على طول. فكانت هتبقى يعني اي حاجه انا عايزاها منها هتبقى بسرعه كده هاخدها. حطيت بقى التلاجة وسبتها ما شغلتهاش، سبتها هي مفصوله شويه. هنضف بقى ايه كده الستاير دي كده من اي تراب عليها. عايزه اقول لكم ما تستغربوش شكلها عامله كده ليه. انا فكيتها في العيد وغسلتها في الغساله، فكيت القماش ده وغسلته في الغساله. كنت الاول بشيل البرائع بالخشب بكله بالخرطوم واقعد اغسل، فالخشب بدأ يبوش مني. فابو يوسف حلف بالتلموناتة. لو عملتي انا ونزلتيها تاني
مش هصلحها لك ومش هعلقها تاني. فاضطريت ان انا افك القماش ده بصراحه وغسلته في الغساله، كان تحفه. مش هقول لكم لا، خلت الستاره اللي هي حاجه كده بالربرو، غير ان انت بتغسليها على ايدك دي خالص. بس جيت اركبها تاني زي ما انتم شايفين كده، بصوا ديت مش ظابطه من الناحيه دي، من ناحيه الفريزر، فوق الفريزر بصوا. بس يعني على قدي، صورتها كده بالتليفون وقعدت ركبتها تركيبها سهل، بركبها بمسامير صغنونه اللي هي شيش دي، وخلت الستاير والله العظيم فله. مش هتبقى اخر مره اعملها، المره الجايه اظبطها. بصوا بقى الشباك ده عليه كميه تراب، لان انا قافلاه على طول زي ما انتم شايفين. كانت السفره كده تحت الشباك على طول، وكمان في سلك دش نازل ورا الشباك ده. لما اقعد افتح كده الشباك واقفله، السلك ده كان بيتقطع ومش بتاعنا، بتاع ناس يعني، سلك مش لينا يعني، ما يخصناش. وكمان الشباك ده كشفنا قوي للشارع، احنا دور اول علوي، والتراب بقى ما اقولكوش كتير جدا. الشباك ده بقى افتحه كده الاقي بقى تراب الدنيا عليه، بس على طول والله بنضفه. بس احنا المكان عندنا تراب كتير في الشارع، لان في عربيات رايحه جايه تحت، احنا حي سكني كده، بس برضو في عربيات بتمشي تحت وكده بتبقى عامله تراب. وكمان لو شويه هوا في الشارع بيطير التراب. زي ما قلت لكم احنا دور اول علوي كده، تلاقي التراب كله بقى في الشقه فوق. هنضفه بقى خالص كده زي ما شفته وهقفله. في العيد بقى باجي ماسكه الخرطوم كده وما اقولكوش بيبقى تحفه. بالخرطوم كده والميه واسعه بقى كده، وتلاقي الشقه عامت. ارجع بعدها اقول يا ريتني فكيت الشباك وخدته جوه. خلاص كده نفضنا الشباك والستاير وشلنا السفره. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الفريزر ده. عايزه كده اشده عشان عايزه ايه، انضف مكانه. اشد بس الستاره دي كده، عشان احنا كده زي ما قلت لكم الشباك ده بيكشفنا جامد للشارع، فاللي رايح واللي جاي. احنا كنا بالليل. عايزه اقول لك احلى شغل تقومي وتعملي اللي هو التنظيفات العميقه دي بالليل مع نفسك كده، والله العظيم. يكون الجو رطب شويه وميبقاش حر زي بالنهار، وتكوني فطرتي واتغديتي واتعشيتي وكلك باور وطاقه كده. مش لسه هفتانه كده في نص النهار ولا في اول النهار يعني. فانا دايما احب اعمل التنظيفات العميقه دي بالليل كده مع نفسي. في الرزل بقى فوقيه تراب كده همسحه، اشيل التراب اللي فوقيه كله امسحه حلو كده. الفريزر دوت فريش، اول ما جبته برضه باظ مني مرتين، مهواش نوعه يعني اللي هو واو، مش حلو قوي فريش في الفريزر. هو 6 درج. بصوا كنت شديت بقى الفريزر هنا وكنست وانا مفكره ان الكاميرا شغاله، فمعلش الكاميرا هنا خانتني في كذا حاجه. كنت بمسح النجفه وما صورتنيش وانا مفكراها شغاله، كنت بمسح الحيطه وما صورتنيش اقسم بالله العظيم وانا مفكراها شغاله. فقلت يلا مش مهم، قدر الله ما شاء فعل. هبدا بقى امسح كده تحت الفريزر. عايزه اقول لكم بتحصل معايا كتير، ابقى مصوره الفيديو ومظبطاه، اجي منتج الفيديو الاقي نصه طار في ان انا بفضي مساحه من التليفون. بقول الحمد لله ومش بزعل. خلاص بقى نضفنا مكانه كده ورجعنا الفريزر تاني مكانه. سيبه بقى شويه كده. هروح بقى اشغل الفيشه كده، كان عدى وقت يعني شويه. هشغل الفيشه كده لان انا سطلانه، مش عارفه بنسى كتير، فخايفه انساه يعني الحاجه تبوظ جواه او حاجه. فقلت ايه يعني، سبته 5 دقايق بس كده. بصوا بقى بالفرشه الناعمه دي تحفه، نفض بيها خشب، ستاير، حيطان، اي حاجه جميله والله العظيم. هنفض بقى اي تراب كده بقى يطار وراح على النيش. تمام كده نضفته بقى كده زي ما انتوا شايفين. النيش بتاعي قديم شويه، موديله قديم شويه بس هو حلو. همسح بقى بقيه الارض كده. يلا جميل بقى تنشطي كده وعلى فكره لما تنضفي بضمير بترتاحي، اه والله. يعني نضفي كده تنظيف عميق. خليلك يوم في الاسبوع تنضفي بيتك تنظيف عميق، يوم لكل اوضه مثلا، مش لازم كله في يوم واحد، فاهماني. هقفل بقى خلاص كده عشان نرجع ايه السفره مكانها. بقى المكان هنا نضيف وزي الفل، والارضيه كمان هي ما شاء الله. هجيب بقى كده المصلي على النبي ده عبد الرحمن ابني كان بيساعدني بقى وبيدخل معايا السفره تاني. هجيب السفره بقى ايه احطها هنا كده في المكان ده. كان نفسي تيجي هنا، لما السفره بتبقى محطوطه بالعرض كده بتوسع مساحه. ما جاتش الترابيزه القرص بتاع السفره ما جاش، فاضطر اجيبها بالطول. برضو كانت حلوه مش وحشه، بس اللي هي بتاكل الاوضه كلها يعني المساحه كلها. لكن لما بعملها بالعرض تحت الشباك
بتكون يعني ايه كده مكنونة على جنب، وبتكون واخدة مساحة قليلة اقل. هي السفرة بتاعتي كده معلهاش ازاز، ومش عايزة اعمل لها ازاز لان هي مش ثابتة بتتحرك، وما ببطلش شيل وحط فيها. فعشان يبقى عليها ازاز كبير كده لا، مش حابة. كده كده انا حاطة عليها مفرش بقى، انا غسلته كده ونشفته في النشافة وحطيته في الهوا شوية. خلاص بقى كده، وهرجع بقى الكراسي مكانها كده تاني. ما شاء الله يعني بصوا بقت زي الفل كده. التغيير بيدي طاقة ايجابية. انا بقول النيش كده بقى شكله احلى. الترابيزة التانية بصراحة كنت حاسة اني عاملة كركبة قوي، كركبة قوي كده في السفرة ومحطوطة، وكان عليها الكمبيوتر ده يعني ملوش اي لازمة دلوقتي، كان من زمان. وابو يوسف من النوع اللي مبيحبش يفرط في اي حاجة عندنا يعني هو محطوط كده مش مهم، محدش بيستخدمه بقاله سنين. كله بقى دلوقتي الايباد والتليفونات، فمحدش بيستخدمه اساسا. فكان محطوط الكمبيوتر وتحت الترابيزه الكراتين والحاجات دي، بصراحه كانت مخليه شكل السفره اوفر قوي، كانتش حلوه خالص ولا كانت عجباني. بقول لكم ده زيت اسمه زيت الحيه، ابو يوسف جايبه لنا من مطروح، من انواع الزيوت الجميله جدا للشعر. هفضي بقى ايه المكان هنا كده عشان نمسح مع بعض الاسوار دوت. انا عايزه اوديه كده يترش ذهبي تاني هو والكراسي، لاني اللهم صل على النبي، لونهم جنزر كده، فاهمين؟ اللي هو في اماكن كده في الكراسي في الاسوار دوت كده لونها اسود، يعني داخله على يعني مسوده شويه كده. فجيت المعها معرفتش، جبت علبه علبه بويه اللي هي مذهب كده للعفش، وقعدت لطشت اي حاجه. المهم يعني غيرت المنظر شويه، لاني كان منظرها وحش خالص. فانا قايله الراجل هيجي ياخدها ان شاء الله هي والكراسي هتبقى احلى. همسح بقى المرايه هنا كده بخل وميه. الخل والميه بيبقى تحفه، خل جميل للمرايات. طيب ايه تاني بديل الخل بيخلي المرايات تبرق كده معاكي، مفيهاش اي شوايب كده من اول مسحه زي ما انتوا شايفين. اللهم صل على رسول الله، اللي هو معطر الجو. هاتيه كده ورشيه على المرايات او على الازاز كده وامسحي، بيخليه روعه، وبيخلي بقى ريحه المكان حلوه. بس انا ما كانش موجود عندي يعني، كان خالص. فاشتغلت كده بالخل، خلي المرايه فله زي ما انت شايفه كده، ولا اي شوايب فيها. ايه رايكم بقى في الستاند اللي انا بصور بيه ده؟ عامله لكم الفكره بتاعته وهنزلها لكم على القناه لاخواتي اللي زهقوا من الاستندات. عايزه اقول لكم تحفه في التصوير، احلى من الستاند التاني ابو 300 400 جنيه. هنا بقى عبد الرحمن عمال يلف ورايا وعمال زعلان، عايز اغير المكان خالص، يعني عايز يغير النظام خالص، حاجات ما تنفعش. عايز يجيب الركنة السرير مكان السفرة في الأوضة، ويطلع السفرة في الصالة وبعد. بصوا بقى احنا شايلين السجاد كلنا كده عشان الصيف، فلسه ما فرشتش السجاد. كنت حاطة سجادة مدورة كده شلتها اغسلها، فحطيت الحافظة ديت كده في المكان ده بس. خلاص بقى بقت الدنيا زي الفل زي ما انتوا شايفين كده، وما خدتش وقت والله. ولو حتى تعبت شوية مش مهم، هرتاح شوية حلوين وافضل الدنيا نظيفة كده وما فيهاش تراب. يلا يا جميل كده اتنشطي بقى معايا وشوفي لك أوضة، شيليها وحطيها تنضفيها تنظيفة عميقة كده، هتلاقي نفسك مرتاحة نفسيا جدا جدا. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. إذا عجبكم بقى حطولنا لايك أمر منكم، وشجعونا باشتراك دعما منكم لينا كده عشان نستمر. آه وإن شاء الله بإذن الله أشوفكم على خير وبخير الفيديو اللي جاي، في حفظ الله وأمنه. مع السلامة. ده أبو يوسف زوجي العزيز، وده قدومه وهو صغير، ويوسف وهو صغير مع السلامة، بحبكم في الله، باي باي.